عصابة استغلت حب وثقة الشعب العراقي بمواطني الخليج العربي. أفرادها يتكلمون اللهجة الخليجية، يحملون معهم عملة أجنبية ما إلها أي قيمة، يدعون رغبتهم بمساعدة الفقراء والمحتاجين. وهنا راح تبدي عملية النصب والاحتيال على الضحايا بمساعدة شخص يدعي أنه صاحب صيرفة. إلى التفاصيل، اشرح لي طريقة النصب والاحتيال اللي تنفذوها على المواطنين بالتفصيل. نعم سيدي. أي. سيدي احنا مجموعة مكونة من 5 نفرات. 5 متهمين موقوفين. 5 متهمين نعم. نعم. اجي انا بالسيارة أي. نوع اجرة سايبة. أي. اجي احكي ويا المواطن، احكي وياه لا على التعيين، لا على لو التعيين. تعينوهم. لا على التعيين سيدي. زين. نشوفها بلغة شنو تحكي وياهم؟ نحكيها بلغة خليجية. نعم. هسه راح يجيك مواطن. نعم سيدي. اريد اشوف الطريقة شلون تنفذوها. نعم سيدي. باشر. السلام عليكم، يعطيك العافية. لو سمح سؤال، في هني جمعية حق مؤسسات فقارة حق محتاجين مصاري أو شيء، عشان معنا مصاري حابين نعطيها حق الفقارة والمحتاجين. نعم. هنا يتدخل سيدي دور العراقي. المتهم الثاني. المتهم الثاني العراقي. باشر. اسألني. لو سمحت يعطيك العافية، في هني فقارة محتاجين مصاري، ما عندهم شيء نعطيهم نساعدهم. نعم موجودين. نعم. طيب أنا مخصص حق كل عائلة $500. أنا ضيفك من البحرين. أهلا وسهلا. كيف طريقة ننتبه عندكم الحين؟ أنت تعطينا إياها إحنا وإحنا نوديهن. يعني لو أعطيكم إياها ما في مشكلة بتوصلوهم؟ إن شاء الله. طيب أول شيء اللي طلبين معاكم إنه ما تقولوا فيها بالبحرين عشان ما تروح فيها الصدقة هذه. صحيح. والطلب الثاني أبي أقرب صراف بصرف بالنقد العراقي عشان أنا مذمم مصرف بيدي. هذا الصراف موجود ونروح عليه. اللي هو المتهم الثالث اللي يراقبكم من بعيد. نعم. نعم سيدي. اشرح لي دورك. هسه هنا الضحية اللي هو المواطن وياكم نعم بهذا الحادث. نعم سيدي. مو؟ نعم سيدي. باشر انت بصفة الصراف. شوف لي هاي الورقة اليوم ايش قد تسوى؟ هاي اليوم تسوى 250,000. 250,000؟ اي. زين من الخليج بيش تاخذها؟ اخذها من عنده ب 200,000. يعني تقصها كل ورقة 50,000؟ نعم. ها اصرف لي هاي الورقة. ليش تصرفت هذا التصرف؟ انه ياخذها من الخليجي اقل مما ياخذها من العراقي. خاطر هذا الوياي المواطن يطمع حتى على مود يعطيك فلوس. نعم. باشر كمل. اصرف لي هاي الورقة. هاي ال 250 والك مو نعم وإله لا ب 200,000. ب 200,000. بارك الله فيك. راح هاي ال 250,000 مالتك، بس انت يعطوك بس 200,000، ال 250 يعطوها احنا إنه. نعم. تريد تصرف؟ طيب أنا بصرف بس بدون ما يعني. بدل ما تصرف عند الصراف احنا نصرف لك على ال 200,000 وال 50,000 تصير إنه. يعني تصرف لي من حر مالك؟ نعم. ما في مشكلة، حلال عليك. بارك الله فيك، رحم الله والديك. هنا انت شنو راح يكون دورك؟ راح يكون دوري، راح اقول له انت ايش قد عندك فلوس؟ اي. انت ايش قد عندك فلوس؟ عندي 5. عندك 5، اني هم عندي 5. صارن 10 ملايين. راح نروح نجيبهن. نعم.